لك حاب تبني تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي؟ خلينا نبدأ من الأساس. أبسط تطبيق يستخدم ال AI هو أننا نأخذ input من المستخدم، نشلوه الموديل ذكاء اصطناعي يعطينا output نظهره للمستخدم. لكن في أغلب الحالات هذا وحده ما يكفيش، نحتاج إضافة طبقات تخلي النتائج أدق، سيستم آمن أكثر والأداء أسرع. أول خطوة تحسين الكونتكست. أحيانا البرومبت وحده ما يكونش كافي والموديل يحتاج سياق إضافي، نقدر نزودوه بمصادر خارجية كما داتا الشركة، قواعد بيانات أو حتى أدوات للبحث في الويب. هنا يجي دور الراج وتقنية الاسترجاع باش نضمنوا أن الموديل عنده السياق المناسب ويعطينا إجابة أدق. ثاني خطوة الجاردليز لحماية التطبيق والمستخدمين. على مستوى الانبوت نقدروا نمنعوا تسريب بيانات حساسة، وعلى مستوى الاوتبوت نتحكموا في مخرجات الموديل، مثلا نمنعوا محتوى سيء، معلومات خاطئة أو حتى نفرضوا فورمات معين. الهدف هو تقليل الأخطاء والمخاطر قدر الإمكان. ثالث خطوة استخدام موديل راوتر وجيت واي. في بزاف حالات موديل واحد ما يصلحش لكل شيء، مثلا سؤال بسيط نبعثوه الموديل صغير وغير مكلف، سؤال أعقد نبعثوه الموديل أقوى، وسؤال يحتاج تفكير عميق نبعثوه الريزونينج موديل. الجيت واي يلعب دور الوسيط ويعطينا واجهة موحدة للتعامل مع عدة موديلز. رابع خطوة الكاش لتقليل الليتنسي والتكلفة. الكاش يخلي التطبيق أسرع وأقل تكلفة عن طريق تخزين نتائج الموديلز. عندنا نوعين رئيسيين: exact كاش رجعوا نفس النتيجة إذا جاء نفس الانبوت بالضبط، وسيمانتيك كاش حتى لو الصياغة تختلف لكن المعنى واحد نستخدمه نفس النتيجة المخزنة. بهذا نقلل عدد الاستدعاءات للموديل. خامس خطوة agent patterns. لحد الآن المعالجة كانت خطية، input يدخل نبعثوه للموديل رجعوا output، لكن بعض المهام عقد بزاف. هنا نحتاج agents. الموديل يقدر يجاوب، يكتشف أن الإجابة ناقصة، يرجع يبحث أكثر، يستدعي أداة أخرى ويكمل. ممكن يدخل في لوب حتى يوصل لنتيجة مليحة، وممكن ينفذ مهام بالتوازي أو حتى يقوم بعمليات أثناء المعالجة كما إرسال إيميل أو تنفيذ أمر في السيستم. الأنماط هذه تعطي قوة كبيرة للتطبيق، لكن تجيب معها مخاطر أكثر خصوصا من ناحية الصلاحيات والتحكم.